السلام عليكم بريب 2، اهلا بيكم وفيديو جديد وهنحل مع بعض الهومورك الاسبوع التاسع. نبدأ بسم الله. بيقول لي choose the correct answer. All the following reflecting surfaces cause regular reflection except الريجولار ريفليكشن. هفكركم بيه دوت كنا بنعمل ايه لما كان اللايت راي فولز على مين؟ كان بينزل على سموث او يونيفورم جليستنينج سيرفيس زي البلين ميرور او الالومنيوم شيت او الستانلس ستيل. كان بيحصل ايه؟ ان ريفلكتد لايت راي كلها كان بيحصل لها ريفليكشن ان وان دايركشن. تمام، اخلي بالي من السؤال، هو بيسالني كلهم ريجولار اكسبت، يبقى انا مش عايزه حد في الاكسبشن بتاعي. طب اسال نفس السؤال، ميتاليك سبون ولا المونيوم فويل، ميرور اور وولن كاربت؟ اكيد طبعا الاجابه هتكون الوولن كاربت لان ديت بتكون الريجولار. السؤال رقم 2، the ratio between the angle of incidence to the angle of reflection equals. ابتدي افكر. الفيرست لو اوف لايت ريفليكشن كان بيقول the angle of incidence equal the angle of reflection. ده الفيرست لو اوف لايت ريفليكشن. بما ان الاثنين equals لبعض، الاثنين قد بعض، يبقى دايما 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 الريشيو هتكون equal 1. when the angle of incidence increases so the angle of reflection. طبعا العلاقة بين الاتنين بتكون direct relation بين الاتنين. كلمة direct معناها لو ديت زادت التانية تزيد، لو واحدة decrease التانية برضو decrease. يبقى when the angle of incidence increases what will happen to the angle of reflection؟ أكيد طبعا هيحصل لها increases. the ratio between the velocity of light in air to the velocity of light in any medium is دوت 1. افتكر ده كان تعريف الابسولوت ريفراكتيف اندكس، كان the ratio between the velocity of light in air to the velocity of light in any medium. طبعا هتكون more than 1. the reason of mirage. الميراج احنا اتفقنا مع بعض ديت عبارة عن natural phenomena كانت بتحصل due to reflection and refraction of light. طب ايه اللي كان بيظهر فيها؟ كنا بنشوف inverted image او صورة مقلوبة او upside down على مين؟ على wet area. قلنا دي بتظهر خصوصا على الديزرت رودز at noon especially in summer days او summer times. طيب يبقى تاني الميراج بتحصل هل reflection only refraction only both reflection and refraction؟ اكيد طبعا الاجابة الاخيرة هي اللي هتكون صح due to reflection and refraction. if the angle between the incident light ray and the reflected ray equals 130 so the angle of incidence equals. اول حاجه ما بحلش بعناية، لازم ابتدي ارسم the angle between the incident ray and the reflected ray equals 130. هرسم كده ادي الريفلكتنج سيرفيس بتاعي، ادي النورمال، الانسيدنت لايت راي، الريفلكتد لايت راي، الانجل بينهم قد ايه؟ 130 ديجري. من الفيرست لو التو انجلز دول قد بعض. طب انا عايز الانجل اوف انسيدنس، يبقى هعمل 130 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ هتطلع لي 65 ديجري. if the angle between the incident ray and the reflecting surface equal 30 so the angle of reflection equals. اخلي بالي كويس، لازم ارسم الرسمه. هعمل reflecting surface بالمنظر ده، ادي النورمال، اخلي بالي ادي incident light ray، ادي reflected light ray. فين الانجل اللي هو بيقول لك عليها؟ بيقول لي it is the angle between the incident light ray اللي هو ده and the reflecting surface اللي هو ده. الانجل بينهم كام؟ الانجل بينهم 30. تعرف تجيب لي الانجل اوف incidence اللي هي دي؟ طبعا هروح عامل 90 minus 30 equal 60 degree. يبقى الانجل اوف incidence هتبقى ب 60، ولو طلب منك الانجل اوف ريفليكشن برضو هتبقى equal 60. The pencil partially immersed in a cup of water looks broken due to. ابتدي افكر يعني ايه partially immersed؟ partially immersed يعني في بارت منه في الاير والبارت التاني فين؟ في الووتر. تمام، يبقى انا لو عندي كاب اوف ووتر ومش ملياه كله وحطيت هنا معايا سبون او بنسل او رولر بالمنظر ده، بص كده على الاميرسد بارت هيحصل له ايه؟ seems to be broken، اتكسر. اللي هيديلك الشكل ده او الشيب ده طبعا هيبقى اللايت ريفراكشن. السؤال 9، the ability of transparent medium to refract the light is called. طبعا ده الديفينيشن بتاع the optical density of the medium.
It is the ability of the transparent medium to refract the light. فهختار B the optical density. The angle of incidence is smaller than the angle of refraction when احنا اتفقنا ورسمنا مع بعض 3 cases. تمام. لو اللايت راي نازل من low optical density to higher optical density، ولو نازل من higher optical density to lower optical density، او لو نازل او عامل falling perpendicular. تعال افكرك، لو كان نازل عندك من lower ل higher كان ايه اللي هيحصل؟ لو كان عندي نازل من lower optical density as air ورايح عند سي مثلا الجلاس higher optical density، في الحالة ديت كانت الانجل اوف incidence more than the angle of refraction. تمام. وقلنا مع بعض هيحصل له refract near to the normal. طب الكيس التانية، لو انا عندي incident light ray برضو هيبقى عندي هنا ادي الاير وادي الجلاس، نازل منين؟ من higher optical density زي الجلاس ورايح عند الاير اللور. ميس ايه اللي بيحصل؟ اكيد طبعا ادي الانجل اهي هيحصل له ريفراكت far from the normal. ليه؟ لان الاير عنده زي ما اتفقنا مع بعض lower optical density، اما الجلاس عنده higher optical density. لو انت جاي من higher للور يبقى الانجل اوف incidence تمام smaller than the angle of refraction زي ما انا رسمه. طب ميس في الحاله ديت انا هختار مين؟ هختار ان الاير بتاعي سوري او اللايت راي هيجي لي منين؟ هيجي لك من عند ميديم يكون هاير في الاوبتيكال دينستي لواحد لور. اسال نفسي سؤال، انا عايزه واحد من هاير تو لور، مين يمشي معايا في الاختيارات؟ هل من الووتر للاير، من الاير للووتر، او الووتر للجلاس؟ تعالى نفتكر الاوبتيكال دينستي كان مين اعلى واحد عندي؟ كان عندي الجلاس، بعد كده على طول وراه كان الووتر، وقال لهم في الاوبتيكال دينستي كان الاير. نظبط المساله بقى بتاعتنا كده ونشوف. انا عايزه اختيار يبقى متحرك من الهاير لللور. تمام. هل من الووتر للاير؟ هاير فعلا، الووتر هاير للاير بتكون لور. بص على الاختيارات التانية، اير للووتر لا يميس الاير بيكون لور والووتر بتكون هاير. انا عايزه واحد من هاير للور. طب من الووتر للجلاس؟ لا طبعا دي هتبقى اللور لهاير، يبقى انا لازم اختار من الووتر تو ذا اير. In an experiment to calculate the refractive index of a material, the result is not correct. عايز يعرف مين الريزلت اللي مش صح. احنا اتفقنا دايما ان absolute refractive index لازم يطلع لك more than 1، لازم يطلع اعلى من واحد، صح كده؟ تمام. يبقى انا اختار مين؟ هل 1.5 1.4 تنفع معايا ال 1.5 تنفع معايا ال 1.4 تنفع معايا ال 1.3، لكن ما ينفعش معايا ال 0.9 لانها اصغر من ايه؟ من الواحد. واحنا اتفقنا لازم ده يكون more than 1. The angle between the refracted ray and the normal is called زي ما احنا متعودين الانجل من اسمها بين الري والنورمال. بما اني بقول في السؤال refracted ray يبقى انا بتكلم على angle of refraction. The speed of the light in a medium is inversely proportional to نفتكر السبيد ما كانتش بتحب مين؟ هل الاوبتيكال دينستي ولا الالاستيك ولا السوليابيليتي؟ طبعا ما خدناش علاقه بين البي ولا السي. امال احنا اتفقنا مع مين؟ كان عندي inverse relation between the optical density of the medium and the velocity of light. As the optical density of the medium increases, the velocity of light decreases. يبقى على طول مع الoptical density. When the light ray travels from air to water، خلي بالك air to water يعني lower optical density to higher، كده كده يحصل لك refraction. طيب near to the normal ولا far from the normal؟ انا لسه قايلاها فوق. تمام. امتى لو انا اتحركت من الهاير لللور يبقى انا في الحاله ديت انا بعمل ايه؟ far from the normal. طيب هنا اللايت راي هيتحرك من lower لهاير from lower to higher، يبقى على طول انا هيحصل لي refraction ازاي؟ near to the normal. اخر سؤال في التشوز،
عايز يسألك على الفينومينا اللي بتحصل في الديزرت والobject appears having inverted image. اتفقنا كلمة inverted معناها upside down مقلوبة. تمام. on what area is called طبعا هتكون الميراج، وقلنا السبب فيها الرeflection and the refraction of light. من الأسئلة بتاعت الساينتفك تيرم يلا نقرا سوا. The returning back of light waves in the same medium on meeting a reflecting surface. طبعا ده تعريف على طول، ده تعريف مين؟ اللايت reflection. السؤال التاني the angle of incidence equal the angle of reflection. طبعا ده كان الفيرست لو of light reflection. السؤال رقم 3 the change of light path when it travels from one transparent medium to another of different optical density. لو انا هغير الباث او هغير الدايركشن يبقى دوت على طول مين؟ the light refraction. The angle between the emergent ray and the normal at the point of emergence on the interface. نفس الكلام، احنا اتفقنا ان الانجل بتتسمى من اسم الري، فبما اني بتكلم على emergent ray يبقى ديت عبارة عن الانجل of emergence او بنقول عليها زاوية الخروج. السؤال رقم 5 the ratio between the velocity of light in air to the velocity of light in another transparent medium. طبعا الريشيو بين الفيلوسيتي بتاعت اللايت through air على الفيلوسيتي of light through the medium هو عبارة عن الابسولوت ريفراكتيف اندكس of the medium، وده من الأسئلة المشهورة اللي بتيجي كتير جدا في الامتحانات، يبقى اسمه absolute refractive index of a medium. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by، اكني بقول لك قول define بس بطريقة تانية. the angle of incident of light ray equal او is 45 degree. what does it mean؟ يبقى اكني بقول لك عرف لي الانجل اوف مين؟ الانجل اوف incidence. يبقى it means the angle، يبقى هنا تحت it means the angle between the incident light ray and the line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence equals الرقم اللي هو مدهوني 45 degree. السؤال التاني what's meant by the regular light reflection. انا عندي طبعا two types من اللايت reflection regular and irregular. هو طالب مني مين؟ طالب مني irregular، يبقى هو عبارة عن reflection of light rays when they fall on a smooth أو طبعا بنقول عليه uniform and glistening reflecting surface
واكمل بقى مع بعض. where the instant light rays are reflected in one direction. السؤال رقم 3. What's meant by the absolute refractive index of a glass equal 1.5؟ نفس الكلام كأني بقول لك عرفه. الابسولوت ريفراكتيف اندكس كان الريشيو between the velocity of light through air على ال velocity of light through any transparent medium. طب هو المرة دي مديهوني رقم 1.5. what does it mean؟ يبقى هقول له it means، سؤال سهل خالص، it means the ratio between the velocity of light through air to that through glass is 1.5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what happens when a light ray fall perpendicular to the interface between air and water. ال what happens اللي عندنا سهلين قوي. number 1 a light ray falls perpendicular على الانترفيس، اكيد طبعا يبقى passes without refraction، يبقى passes without refraction. السؤال التاني في what happens a light ray incident inclined from air to water. هو جاي لك من الاير يعني lower optical density للووتر اللي هي higher optical density، يبقى refract ازاي؟ refract near to the normal، يبقى هقول له refracts near to the normal.